هنا أمام روبرت فورد في الخروج من إفريقيا لسيدني بولاك، شاب دنماركي يتوب إلى قناة السويس، فتهب عاصفة على السفينة فتضطر أن تبقى في المغرب. حكاية الشابة نفسها تلتقي بالشاطئ المغربي ذي الرمل الأبيض، تشعر بجفاف في حلقها فتدخل الخيمة. هذا كله في جو رومانسي مع عشاء قرب موقد في الصحراء. ما هي أشكال التواطؤ الحميمي بين الإمبريالية والثقافة؟ وكيف تعكس الأعمال الأدبية ذلك؟ هذا هو الجواب الذي يبحث عنه إدوارد سعيد في هذا الكتاب الذي يتعذر تلخيصه. أنا لن أقول أفكار لأنه صعب تلخيصها. السؤال هو: كيف يمكن للناقد الأدبي أو السينمائي الاستفادة من هذا الكتاب لتحليل الأعمال الأدبية؟ فعلت ذلك، سأقدم لكم حالة تطبيقية من خلال تحليل كتاب فيلم الخروج من أفريقيا لسيدني بولاك، وفيه روبرت فورد وميريل ستريب الشابة الجميلة التي ألقي بها في إفريقيا بحثا عن الرومانسية، عن الحب. نزلت في إفريقيا وهي تجلس في المكان رومانسي، وفي الخلفية الرعاة الأفارقة وقد أصبحوا عمالا في حقول القهوة. صور سيدني بولاك بهذه النظرة الحميمية التي شرحها إدوارد سعيد أمام أفريقيا تحت سلطة الإمبراطورية. العمال يكدحون والسيدة الأنيقة تركب السيارة وتستمتع بحياتها. إدوارد سعيد هو أداة ومنهج للتحليل بغض النظر عن موضوعه، هو يتناول الموضوع ويعطيك أداة يستخدمها